هي شو اوكي تمام هيك هلا صار فينا نبدا بالفيديو. Stack it up day to day, young nigga, you know you gotta go get it, my nigga, they hating, they staking, they waiting, don't be mistaken, we dying, they stand. مرحبا السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله اليوم تكونوا بألف خير، ومعكم مرسل، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. طمنوني عنكم شو في ما في. المهم موضوعنا اليوم هيك موضوع جدي، وموضوع لا مو جدي ولا ستي كمان، بطلوا تنكتوا هيك نكات من بعد اذنكم. اليوم موضوع شوي جدي، وهذا الفيديو ما حدا عمله قبل باليوتيوب، مشان ما حدا ينط ويقول لي مرسل ليش عم تقلد هذا وعم تقلد هذا، لانه انا فعليا دخلت بحثت عن هاي الفكره باليوتيوب ما لقيت حدا عامله، فحبيت انه انا اعملها. المهم موضوعنا اليوم هو كيف تقنع البنت انه تحبك بس على الفيسبوك، مو على ارض الواقع ولا شيء. كيف فينا تجذب البنت لك بالفيسبوك. هذا الفيديو لاغلب الشباب، فبنات بعد اذنكم خلص كملوا الفيديو، يعني حطوا لايك حطوا لايك. اليوم رح اعطيكم 3 طرق او 4 طرق حتى تفيدك او حتى تخلي البنت تنجذب لك على الفيسبوك. فلا يا شباب لازم تتشكروني. المهم اول خطوه هي انك تكون كشاش. للي ما بيعرف شو يعني كشاش، انك تكون كذاب وبتكش وبتطش، يعني من كتر كذبك بتنهز البناء او بصير زلزال بالكره الارضيه. يعني مثلا اعطيك مثال لكلمه كشاش. يعني انا صراحه امبارح نزلت فيديو على اليوتيوب جاب 200 مليون مشاهده باول 10 دقائق، بس انحذف معي بالغلط. اكيد فهمتوا علي شو قصدي. المهم انك تكش على البنت، ويعني كيف حقول لك انك تكذب عليها وتساوي ابوك مليونير، وتساوي انك انت مالك لك بتساوي جاستن بيبر كان يشتغل عندك قبل ما يشير. المهم راح اعطيكم سكتش بسيط، خلينا نشوفه سوا. روحي معك بس كنت عم اقول له للسواق خليه يجهز السياره، بدي اطلع برا لانه والله هيك بس حابب اطلع اتعشى برا، مليت يعني من اكل البيت، وهي الخدام ما عم تعرف تعمل اكل مثل الخلق. مالك خبر انه عندي سياره؟ ما قلت لك انه عندي ما بعت لك صوره هذيك اليوم؟ لا بتذكر اني بعت لك صوره. عندي الحمد لله بابا جاب لك 3 سيارات، يعني وحده فيراري وحده ليموزين. شو صار؟ لا شكله معك بس فصل النت شكله وحده همر. الحمد لله خير بابا كثير. اذا هي الخطوه ما نجحت معك ما تهكى الحل مع عمك مرسال. مع مرسال لا، مع مرسيل ما فيش مستحيل. المهم يا جماعه الخطوه الثانيه هي انك تكون الشاب الحزين اللي تكون فيها اخذ دور انه كل الدنيا جارحتك وكل الدنيا غادرتك، وهي يعني شغله اللي موش اكثر شيء تعملها. اعمل حالك الشاب. انا ليش كل شوي بقول مهم؟ خيو المهم انك تكون الشاب الحزين يلي طعنك كل الدنيا، ويلي غادرتك كل الدنيا، ويلي ما في حدا مو ضاربك سكين بظهرك. ما بعرف شو حلك. خلينا نشوف سكتش. بدك الصراحه انا من زمان كنت عم دور على رفيقه مثلك، لانه كل اللي قبلك باعوني، اللي كنت معتبره اخواتي باعوني. انت اكثر انسانه عن جد هيك بتكون صادقه معي، وانا بكون صادق معك. ليش؟ لانه قلبي طيب باعوني. لو قايلين ليش قد باعوني كنت اعطيتهم انا حق البيعه اللي باعوني اياها. تخيل الرفيق اللي دخلته على بيتي، نيمته ببيتي، اشوفه عم يمشي مع حبيبتي. شو عملت للناس انا يا ربي؟ شو سويت مع الناس حتى كلهم عم يخونوني؟ ليكي اذا حتعملي مثل اللي قبلك من هلا قليلي مشان اسكر وخلص كل واحد من طريق. انا بدي رفيقه تحس فيني ما تبيعني. خلص طولت بالي. طبعا هذا النوع اكثر نوع كذاب وخراف، بس قال لك انه كل اللي قبلك باعوني، عرفتي من هون انه هو كذاب ومنافق. خلينا نرجع لمكان التصوير. اكثر خطوه عم تمشي بالسوق هي الخطوه ولا قدر. لا تضلوا تنكتوا كرمال الله، يعني بدخل على التعليقات بشوف كلهم عم يقفلوا عليه. ليه؟ ما فيش رحمه. المهم حاعطيكم الخطوه الثالثه اللي هي حتكون مضمونه ان شاء الله، يعني ما في غير هالطريقة. انك تكون الشاب الرومانسي الواو، وانك تكون الشاب الشاعر. اهم شغلة تعملها تروح تسرق اشعار وكلمات ومكتوبات ومعزوفات من الجوجل وتبعتها للبنت، وصدقني حتنجذب لك. خلينا نشوف سكتش ونرجع لكم. هلا بتعرفين انا بكذب عليك شيء حلو معناته. اذا بتعرفيني ما بكذب عليك احكي لي شو فيك. الصوره اللي بعثتي لي اياها امبارحه بعيونك كان في لمعه حزن، لكن الماسنجر علق. يا الله طيب حلو، بس دقيقه شوي قبل ما تحكي لي. انا كتبت لك 4 اسطور على الصوره اللي بعثتي لي اياها امبارحه. ما بقرا لك شو هن؟ دقيقه بس افتح الورقه. تمام اوكي لا سوري. لقد رأيت عينيك، وعندما رأيت عينيك رأيت الجمال بهم، ولكن لقد رأيت الحزن
والكآبة. ايه والله امبارح سهرت طول الليل حتى اكتب لك اياها، وانت هيك دقيقتين ثلاثة تيجي تقولي شو ما بتحبني وما بتعمل لي شيء. طيب ماشي، يلا نحكي بعدين. المهم هدول كانوا هن اكثر 3 طرق بيستخدموهم بالسوق، فجرب وحده من هدول، واذا ما نجحوا يعني انا عملت اللي علي صراحه ونصحتك وعطيتك، بقى الدور عليك شغل لي هيك، شغل لي مخك شوي وابهرنا يا معلم. فاذا ما زبطت كمان مثل ما بقول لك، فصراحه يعني انهي لك اياها من هون. هي البنت عندها تجربه مع قبلك ومرقه مع هالثلاث تجارب، فكاشفتك يعني صراحه. فحاول تلاقي شيء جديد، والبنت بتكون متيسه ومرقه وخبره، يعني دور لك على غيرها صراحه. المهم يا شباب ويا اصدقائي، كان هذا هو محتوى الفيديو اليوم، بتمنى يكون يعجبكم. فاذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تضربوا بوكس لللايك وبوكس للاشتراك وفعلوا الجرس لتكونوا اول حدا عم يتابعني، وعلى فيديوهاتي كمان ما تنسوا تحطوا كمان ما تم شغله ما تحطوها، ولا تنسوا كمان تضيفوني على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي تحت، واهم شيء الانستغرام والسناب شات واليوتيوب المهم هدول كلياتهم. بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، بحبكم كثير، سلام. هذا السواق بدي غيره، والله بدي غيره. ماشي، يلا سلام. تعبت من الطش. شعر قول. انا فاضي اكتب اشعار. تخيل هيك انا. وات ذا فك.